أخبار يوم السبت مهمة وقصيرة. أنشأت إمارة أفغانستان الإسلامية مركزاً في مطار كابول لتسهيل إصدار التأشيرات للمستثمرين الأجانب. عوقب 3 مجرمين بينهم امرأة بالضرب لارتكابهم جريمة العلاقات غير المشروعة بأمر من المحكمة الشرعية الابتدائية بمنطقة غشت بمقاطعة نجرهار. في الأسبوع الماضي من 11 إلى 17 أغسطس تم نقل 109,880 أطنان مطرية عبر سكة حديد أفغانستان. زار وزير الصحة العامة الدكتور قلندر عباد ورئيس مكتبه مستشفى الأميري. يريد البنك المركزي أفغانستان بانك بيع 14 مليون دولار أمريكي غدا يوم الأحد في المزاد العلني للحفاظ على عملة أفغانية. خصصت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية 10 أفدنة من الأراضي لبناء دار الأيتام في منطقة 19 ديسبس في العاصمة كابول. التقى مولوي عبد السلام حنفي المساعد الإداري لرئيس الوزراء بعلماء وزعماء عشائر مديرية شيرين تكاب بمقاطعة فارياب وعرض عليهم توصيات سمو أمير المؤمنين ورئيس الوزراء. تم تطهير تأسيسات غير قانونية من قبل بلدية كابول في منطقة كارتسخي. دائرة زراعة بكتيا تقول تم الانتهاء من مشروعين للري ودخلوا حيز الاستخدام. قام عدد من المدرسين والخبراء من جامعة كابول بزيارة معمل الأغذية التابع لوكالة الوطنية للمعايير. حسب تصريحات وزارة العدل تم تثبيت 4872 فدانا من الأراضي في مقاطعة سربل كأراضي حكومية. تم القبض على 3 مجموعات من اللصوص من قبل شرطة منطقة الأمنية الثامنة في العاصمة كابول.